لو سألت عن عقل الزراعة في مصر هتكون الإجابة هي مركز البحوث الزراعية اللي اتحول لخلية نحل حقيقية في الأسبوع الثالث من شهر إبريل. الحكاية بدأت من الغيط، حيث انطلقت حملات قومية لحصاد القمح في سوهاج والشرقية وأسيوط، والعلماء هناك مش بس بيحصدوا، دول بيعلموا الفلاح إزاي يزرع محاصيل فوق بعضها تحميل علشان الأرض تدي إنتاج مضاعف. وفي المعامل كان في جيش تاني خالص، معهد الأراضي والمياه حلل مئات العينات عشان يحمي الزرع من الملوحة والنيماتودا، ومعمل متبقيات المبيدات فحص أكتر من 8000 عينة عشان يضمن إن أكلنا وأكل اللي بنصدر لهم يكون آمن 100%. وما كانش الموضوع مجرد بحوث، ده كان فيه قوافل بيطرية جابت المحافظات وعالجت آلاف الحالات من المواشي والدواجن بالمجان. الجميل في أسبوع الإنجازات ده هو نقل الخبرة. طلاب الجامعات كانوا موجودين في كل مكان، بيتعلموا على أحدث أجهزة المساحة وبيشوفوا إزاي نحمي النخيل بالكيانات الحية الدقيقة الطفيلات. باختصار، مركز البحوث أثبت إنه مش مجرد مباني، ده شريك يومي للفلاح في الغيط وعين حراسة على جودة الأكل في كل بيت مصري. باختصار، مركز البحوث أثبت إنه مش مجرد مباني، ده شريك يومي للفلاح في الغيط وعين حارسة على جودة الأكل في كل بيت مصري.